اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى السلامه لجميع اللاعبين من هذه الاصابات الخطيره. ونعود هنا لاستقبال ثاني ضيوف صباحك وطن في هذا الصباح الجميل، صاحب الراي الجريء الاستاذ خالد قاضي الاعلامي الرياضي. صباح الخير ابو عنان. تسلم حبيبي هاني، وشكرا خساره على دعوتكم لي. وان شاء الله يعني ممكن انا كنت متضايق من نتيجه امس، سواء كانت للاهلي او للشباب. اكيد كنت اتمنى يكون احسن من كذا، لكن نقول ان شاء الله. يعني انا والله اظهر معاكم يعني بامانه، غير خلينا نطلع من الكوره ولو ثواني، يعني يعتصرني الالم وانا كنت اشوف نشرات الاخبار ما يحدث في سوريا وما يحدث في مصر. صحيح. اتمنى ان شاء الله ونحن في اطهر بقعه على وجه الارض، انه ان شاء الله يعني يامننا في اوطاننا. آمين. ويديم علينا في بلد الحرمين نعمه الامن والامان ان شاء الله، اللي هي اهم حاجه. وان شاء الله دائما نسمع اخبار طيبه عن كل الدول العربيه، وان شاء الله ربنا يصلح الحال ان شاء الله. امين ان شاء الله، الله يصلح الحال ويديم علينا الامن والامان. امين، اهم شيء نعمه الله. يمكن خليني ابدا من محل ما انت يعني ما نبي ناخذ محاور في الموضوع، نبي نبدا من محل ما انت قلت. ان شاء الله. امس الشباب والاهلي مثلوا الوطن في دوري ابطال اسيا في دور الثمانيه، ودور مهم لهذا للفريقين الاهلي والشباب. الشباب لعب قبل الاهلي. كيف كانت مباراه الشباب من وجهه نظرك؟ شوف اخوي هاني، لو نظرنا من الناحيه الفنيه يعني المباراه تجد نفس السيناريو. انا تابعت مباراه الشباب كامله ومباراه الاهلي كامله. يعني الفريق كاشيما الياباني تقدم على الشباب، والشباب ادرك التعادل من خلال لاحظ من خلال منجازو اللي هو لاعب محور. الاهلي ايضا يعني انا كنت الاهلي صراحه انا تاثرت كثير، لانه تعادل الشباب الى حد كبير مقبول خارج الارض، وعنده في 18 سبتمبر في الرياض فرصه كبيره انه يعوض، خاصه انه الفريق الياباني ما هو من الفرق المقدمه. اما تسمع اعذار، وانا اخوك يقول لك والله هذول لعبوا 20 مباراه واحنا ما لعبنا، وتسمع تصريحات. يعني انا حتى تصريحات الاهلاويه سواء كانت من اللاعبين او من المسؤولين غير مقبوله ابدا. انا المشجع البسيط اخوي هاني ما يعرف مدرب عالمي ولا بيريرا ولا صحيح. يعرف في النهايه صحيح. اللي هو مقياس العمل ومقياس النجاح اللي هو النتائج. صحيح. يعني انا حتى الكابتن تيسير من اللعيبه اللي يحترم. قبل لا ندخل في الامور الاهلاويه يعني نتعمق فيها، موضوع الفريق الشبابي، كيف شفت التعادل امس؟ كان مرضي جدا جدا، وكان ممكن الشباب يفوز. يعني اي نعم وليد عبد الله انقذ كورتين، لكن جات كوره النايف هزازي كان ممكن يخلص. جات اكثر كوره. شفنا الفريق الياباني ما كان ذاك الفريق، لكن نفس اللي حصل للاهلي حصل للشباب. بس مشكله الاهلي انه على ارضه تعادل. يعني في الوقت اللي انه انا يعني لا زلت اقول انه تفريط الشباب وعدم قدره الاداره الشبابيه في حل مشكله ناصر الشمراني مع برودوم. اعتقد انه ناصر لاعب مؤثر ولاعب فرق ولاعب كان 4 مواسم هداف موسم وهداف دوري. اتصور غياب ناصر نايف هزازي لاعب كبير، ولكن يحتاج ايضا وقت عشان انه يتاقلم مع الفريق الشبابي. لكن يبقى الفريق الشبابي اعتقد فرصته اكبر من الاهلي في التاهل. الشباب يمكن امس لعب اول مباراه رسميه له، كيف شفتوا على مستوى العناصر؟ والله مع التعاقدات يعني ان كان للشباب ولا الاهلي، انا بتكلم هم في سله واحده. كلمه انه ما لعبنا مباراه، لعبوا. الاهلي لعب 3 في ابها و2 في ابو ظبي، والشباب لعبوا 5 6 مباريات اتصور كافيه. يعني حتى وان كان الدخول كره القدم لعبه عالميه. يعني خلينا انتقل للاهلي. هل اللاعب الكوري هذا لاعب مؤثر؟ ما شفت منه اي خطوره رغم انه يمدحوه والمدرب جامله. خلينا نخلص موضوع الشباب بعدين ننتقل للاهلي. ايوه نخلص موضوع لكن ارجع اقول لك الشباب قدم. الشباب عنده نفس مشكله الشباب هي مشكله الاهلي، هي في الدفاع والشباب عندهم محاور جيدين، لكن الشباب ايضا دخلت عليه عناصر جديده يحتاج وقت. انا اتصور ان الشباب كان تعادل جدا مقنع قياسا انه لعب خارج ارضه. اذا انت تقول انه كان في مشاكل في اول مباراه رسميه لنادي يمثل الوطن، في مشاكل، طيب اذا كذا باقي الدوري وباقي اذا وصل للمراحل المتقدمه ايش والله شوف اي عذر غير مقبول. مو يمكن هذا سؤالي. يعني اذا احنا بنتعذر من اول مباراه في نعم. تمثيل انديه تمثل الوطن، طيب الباقي يعني عندهم خبر من بدري انه لاعبين الجدول طالع يعني بامانه عشان والله لا اجامل، اداره الشباب واداره الاهلي وفروا كل شيء للاعبين ولكن ما ادري هل هي الملايين افسدت اللاعبين؟ يعني يمكن انت في تعادل الشباب تشوف انه المشكله في اللاعبين ليست مشكله فنيه ولا اداريه؟ في الاهلي والشباب انا مصر اني اجمعهم مع بعض. غاب الهداف
غياب ناصر مؤثر، غياب فيكتور مؤثر. اذا يعني مشكله فنيه يعني حتى المشجع البسيط يعرف الكلام هذا عشان لا يقولوا والله ان انا قاعد. مشكله فنيه اذا ليست مشكله لاعبين. لا فنيه، غياب فيكتور وغياب ناصر الشمراني. ناصر مشكلته معروفه، وفيكتور للاصابه. يعني فيكتور وعماد الحوسني كذا من سنتين ثلاثه، ولما وقت الله الاهلاويه يحتاجوهم ما يلاقوهم. يعني فيكتور اصابته طولت، انا ما كنت حتى اتمنى انه يجددوا معه، لكن البدلاء غير مقنعين، ان كان البرازيلي موسورو وان كان الكوري. يا اخي وكان موجود الكابتن صالح الشهري، يعني كان محترف. لا معليش، لما انت عندك سيزار ما سجل اجنبي، موسورو اجنبي ما سجل، الكوري ما سجل، ويطلع واحد سلطان السوادي هو من يعدل المباراه. معناه هل يعقل انه لاعب صاعد عمره 20 سنه افضل من اللعيبه الاجانب؟ انا عشان اكون منصف، انا قريب من البيت الاهلاوي وعندي معلومات اكيده انه يمكن قعدوا اسبوع 10 ايام يقنعوا المدرب بعد غياب او رحيل باليمينو الكولومبي اللي هو مركز المحور. نعم. والمدرب كان رافض التعاقد مع محور. يا رجل احنا قال لا. طب دحين نرجع لموضوع المحور، بس خلينا نقفل موضوع الشباب. ايش رؤيتك لمباراه الاياب للفريق الشبابي في الرياض؟ لا طبعا فرصته قويه، قويه. انا لا اقلل من تعادل الشباب، لكن 3-4 فرص ضاعت. الفريق الياباني هذا فريق المركز ال11، فرصه الشباب جدا قويه. دائما التعادل على خارج ارضك يعني يعتبر فوز، يعني في لغه الكره، لكن تتعادل. يعني انا خلينا بس جزئيه تيسير خلاص داخلين على الاهلي استاذ خالد. نعم داخلين على خلصنا من الشباب. ايوه خلاص خلصنا من طيب. الشباب. الاهلي عناصريا، انت تكلمت عن غياب المهاجم وتكلمت عن لاعب صاعد من الفريق الاولمبي يسجل هدف في مباراه مصيريه في دوري ابطال اسيا، وايضا تكلمت عن اخبار موثوقه لديك بان المدرب لا يحتاج لمحور، والاداره كانت تقنع عن المدرب. هذه معلوماتي مؤكده. وغير كده انا والله لا اعرف بريرا ولا اعرف مدرب عالمي ولا شيء. اعتبرني انا كنت مسافر وانا جيت شفت المباراه كانت فوضى. يعني الاهلي يا اخي انت تلعب على ارضك وقدام 30,000 من مشجعين، فعلا الملعب يعني من الساعه 4 في الملعب حرام. يعني انت كنادي الاهلي لابد انك تفرض هيبتك على الفريق. الاهلي مستسلم والفريق الكوري، يعني انا اقول لك الاهلي محظوظ ان الفريق الكوري ما هاجم. قول لي ليش؟ لا في محاور. وليد بخشوين الفوضى اللي حصلت، اي نعم جات فرص كثيره للاهلي في الشوط الثاني، ممكن 4-5 اهداف يسجلوا، لكن انت يا كامل الموسم انت مطالب انك تسجل هدف يا اخي، ولا انت يا اسامه ولا انت يا محور يا وليد بخشوين. يعني حصلت، عارف كره الصالات في بعض العناصر، يمكن هذا سؤالي يا ابو عنان، في بعض العناصر امس شفناهم في الملعب في مراكز غير مراكزهم، يعني تيسير جاسم كان متاخر جدا، اسامه هوساوي كان يتقدم. انا بقول لك اللي حصل في الاهلي لعبوا زي اسلوب كره الصالات، عارف الكره الناعمه هذه الخماسيات او حق الصالات، يعني ومصرين يسجلوا من العمق. يا اخي افتح، انت جايب الزبيدي وعندك منصور الحربي، افتح لعب في الاطراف. الفريق الكوري يعني لعبوها صح، سجلوا هدف وكان ممكن، يعني انت لاحظت في كوره اكثر من كوره تقدم اسامه المولد، اسامه هوساوي اسف، وكاد الفريق الكوري يعني يسجل. يعني حصلت كل من ايده كل واحد يبغى يسجل هدف. انا اعتبر المباراه هذه اسوء مباراه في تاريخ الاهلي. خلينا انا اسوء مباراه في تاريخ الاهلي. نعم. يا عنان نعم قول لي ليش؟ لانه كان ممكن تكسب 4-5. كلمه سوء حظ هذه ما تاكل عيش على قول اهل مكه. فعمليه انه انت، الله يرحمه الكابتن لطيف كان يقول الكره جوال، والله لو 90% تاخذ استحواذ وتاخذ سيطره وفي النهايه ما تفوز ما سويت شيء. انا ابغى يعني انه تيسير الجاسم كابتن الفريق، يعني تصريحه كان غريب فعلا في قناه الجزيره، يقول والله المباراه هي مباراه سواء كانت في السعوديه او في كوريا. لا يا اخي، لا يا حبيبي، اختلف الوضع. بعدين هذا كونه بحكايه الضغط النفسي، انا اللي افهمه النجم الحقيقي، النجم الحقيقي المتعوب عليه اذا ما يلعب تحت الضغط النفسي الضغط النفسي ابو عنان كان من قبل الجماهير، من قبل الجماهير. هذا كلام اللعيبه. طيب ايش ميزه المباراه انها تكون على ارضك؟ يعني هم بيشيدوا بالجمهور، لكن يقول لك الجمهور حضوره بيمثل علينا ضغط نفسي. يعني تبغى اقول للجماهير والله لا تحضروا عشان لا بالعكس يا اخي هذا ميزه لك. لكن انا ما ادري طريقه المدرب الجديد، المدرب بيريرا ان كان اسمه كبير، انا هذا مو شغلي. انا لي مدرب يتحمل مسؤوليه المباراه كامله بالنسبه لمباراه الاهلي، حتى اخراجه للسيزار غير مقبول وغير منطقي. يعني حتى مش أنا، لا تاخذ رايي انا، سيزار لما هو خارج يا ريت اللقطه موجوده، اللي شاف المباراه خروجه كان واضح انه ما كان راضي عن التغيير. يعني نعم. بعد المباراه انا شفته فكان يعني متضجر جدا. نعم يعني. اسمح لي يعني
بعدين يا اخي أنا يعني غير النتيجه وغير الاهدار الفرص والمستوى السيء، انا استفزتني حاجه واحده اللي هي ايش حكايه القصات هذه؟ يعني في بعض لعيبه الشباب وانتشرت في لعيبه الاهلي، اللي عامل لي قصه الهدهد واللي عامل لي قصه الاسد، ويعني هل هذا يليق؟ يعني اعتقد اللاعبين بيضيعوا وقتهم في صوالين الحلاقه اكثر مما يضيعوا وقتهم. انت رايح، انت متى رايح تتزوج يا اخي؟ انت رايح تلعب كره قدم. طيب اي نعم، لكن يعني بالغوا في حكايه حتى لعيبه كبار بدون اسماء اللي شافوا المباراه 7 8 من لعيبه الاهلي كلهم عاملين قزع. استاذ خالد، فين خليني الإدارة؟ بس اسالك، يمكن اعرف عنك او يمكن قد اتهمت بانتقاداتك الحاده اللاذعه، فايش تعليقك على الموضوع؟ والله مو حاده، يمكن يعني هذا تزامنا مع انتقادك للاعبين يعني بالقصات، موضوع القصات. يعني انتقاد محب لهم يعني الحمد لله، مش انتقاد اني يعني كاره لاحد ولا شيء. يعني انا اللعيبه امس يعني ملايين البشر في قاره اسيا بيتابعوا مباراه الاهلي بسيول، يعني لما اشوف 7 8 لاعبين عاملين قزع وانتم تمثلوا قبل ما تمثلوا الاهلي وقبل ما تمثلوا السعوديه، يا اخي انتم بتمثلوا بلاد الحرمين. في الدوري المحلي ممنوع يقوموا يسووها يعني اذا واحد بيقلد رونالدو كريستيانو في القصه، يا اخي قلدوا في مستوى، ما عندي مشكله. انا هذه والله بقولها من محبه لعيبه الاهلي، وهذا دور الاداره ها. لكن لما احنا نشوف يعني حتى صالح الشهري يعني انا استغربت حتى من كامل الموسى، يعني لاعب كبير والمفروض يكون قدوه للاعيبه الشباب، برضه مسوي القزع. يعني ما يزعل من لعيبه الاهلي على الاقل انه الان يعني ارجع اقول لك يعني سابوا السهل اللي في يدهم وقاعدين يدوروا الصعب. في 18 سبتمبر صعب الاهلي اعتقد فقد فرصته كثير. ابو عنان، تشوف انه الامور هذه الجانبيه اللي انت تتكلم عنها مثلا قصات الشعر وانشغالات اللاعبين لها تاثير على المستوى الفني للاعبين؟ شوف هاني، انا ما بكبر نفسي بالسن، عاصرت من 84 وقبل ها، ماجد عبد الله، محيسن الجمعان، عبد الجواد، احمد جميل، الدعيع، صالح النعيمه، اللعيبه اللي كانوا يتفرغوا لكره القدم اسماء كبيره، صالح خليفه. عمري وكنت معاهم في الفندق، عمري ما شفت لاعب كان يخرج عشان يزين نفسه في صالون ولا يعمل قصه معينه. كانوا يلعبوا والطين، كان اللي شاف مباراه 84 اللاعب كان 5 كيلو طين على جسمه، ويلعبوا ويسجلوا وفازوا وجابوا كاس اسيا. وفي 94 كان انا اتصور، انا والله اللهم لا حسد، لا يفكرون نحسد، الملايين افسدت اللاعبين. في رساله يا رجل، في لاعبين بدون اسماء يتكلم في الملايين، والله العظيم لو سالته قلت له المليون كم صفر ما يعرف. احنا ابغى اللاعب كمان يعطيني، خذ واعطيني. اما انك امس لعيبه الاهلي صراحه يعني كانوا غير مقنعين، حتى مع احترامي لتصريح رئيس النادي سمو الامير فهد بن خالد يقول انه المستوى مقنع ومرضي. المستوى طيب ابغى النتيجه انا. طيب ايش تعليقك ابو عنان على انه كثير من الاراء بعد المباراه، يمكن انا واجهت كثير من اللاعبين ايضا والاداره، هذه المباراه الاولى للاهلي في بدايه الموسم، الفريق الكوري ربما في منتصف موسمه او مشارف الموسم على النهايه، ويمكن هذا يعني بيعمل فارق. يعني انت تعرف انت لما تخش في بدايه موسم يكون معدل اللياقه عندك ما هو 100%، يعني يكون عندك 60 الى 70 وبعدين تدريجيا بيرتفع. الفريق الكوري يمكن المعدل اللياقي في خليني ارجع لايام فتره قطري محمد بن همام اللي كان رئيس الاتحاد الاسيوي. يا سيد الفاضل، الشركات التجاريه بدون اسماء عشان اسوي لهم دعايه هم من يتحكم في الاتحاد الاسيوي في مسابقاته. هذه المسابقه اصلا وضعت لانه شرق اسيا تكسبها، لانه الدوري عندهم شغال واحنا بنلعبها على موسمين. يعني احنا من العام الماضي وبنكمل السنه، والفتح والفرق والهلال والسنه الجايه حيعانوا نفس المعاناه. بس هذا كلام خطير ابو عنان على الاتحاد السعودي، الاتحاد الاسيوي عفوا. لا واضحه هذه، لانه الشركات الداعمه للبطولات وهذا هي من تحدد مواعيد البطولات وتحدد. لكن هذا برضه ما هو غير مقنع. لما فيها ذهاب واياب والعب على ارضي انا انسى كل شيء. السد القطري قبل سنتين اخذ البطوله من وسط كوريا، يمكن ما كان مرشح يعني. لا بس حاول جاهد. يعني انا حتى كان لي في لقاء مع روما الاهلي قبل المباراه، اعوذ بالله من كلمه انا، قلت لهم انا متخوف من حكايه المحاور والدفاع. يعني للاسف كامل الموسى وسامه هوساوي كانوا بيلعبوا اول مره. ايش يعني المشكله يعني والله احنا في بدايه الموسم، ايش المشكله؟ انت اذا في بدايه الموسم وعندك هذه الاغلاط الكبيره على حد قولك، ايش المشكله؟
يا اخي الاهلي لعب 7، الشباب لعب 6 7 مباريات، والاهلي لعب 6 7 مباريات، يعني آن الأوان انه يكون لنا حضور آسيوي. التجارب الودية ما كانت على المستوى في الفريق الأهلي؟ والله الاهلي حاول انه يلعب مع فرق كوريه وكذا، لكن طلب فريق من كوريا الشماليه بس ما توفق، لكن ما يمنع انه اعداد الاهلي كان جيد. انا ارجع اقول لك وبري اداره الاهلي والشباب عملوا وقدموا. الامير خالد بن عبد الله داعم كبير للنادي الاهلي وعاشق، مش داعم بس، تكفل بالمدرب وبالاجانب. بعدين انا خليني فكرتني بحاجه مهمه، انا ضد فكره انه المدرب مهما كان اسمه او مهما على اسمه انه يسلم الخيط والمخيط. لا يا حبيبي، المدرب عندك ملاحظات بشر. على فيتور بيريرا؟ طبعا المدرب بيريرا هو المتعاقد مع موسورو البرازيلي، وهو اللي تعاقد مع اللاعب الكوري. فلما عماد حسني اتضح انه مصاب وكذا، يعني هو اللي تعاقد مع اللاعب الكوري. حتى تجديد عقد فيكتور انا ضده يا اخي، برغم نجوميه فيكتور، لكن ايش الفائده انه عقده مستمر وهو مصاب؟ اصابه يعني شفنا كابتن كبير والله، وان كان في انانيه امس لعب، لكن نجم كبير مصطفى بصاص صنع وكاد يسجل هدفين، بس يا مصطفى خليك يعني يسيب اللعب الفردي احيانا، يعني في كور ممكن يعكسها يروح ايش شايتها. بس يمكن ابو عنان انا شفت اراء كثيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تشيد في اداء مصطفى بصاص امس من بد لاعبين الاهلي كلهم. طيب هذا مؤشر انه الاجانب سيئين، لما اللاعب صاعد عمره 19 20 سنه ويتفوق على 3 اجانب عندك في الملعب، ايش معناها دي؟ معناها الاختيارات والمدرب اصر. الحين لو جات اداره الاهلي او الامير خالد بيقنعوا المدرب بحاجه، ممكن المدرب ياخذها حجه او عذر، يقول والله انا جبت فلان وانتم رفضتوا. يعني بصراحه اللاعب الكوري كل الناس اللي مدحوه، انا اقول لك لو انا رئيس نادي ما اتعاقد معه ولو ب5 ريال حتى، بصراحه، لانه ما قدم شيء. طيب استاذ خالد، بس استاذنك نطلع هذا الفاصل ونرجع نكمل حوارنا. فاصل. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى، وعوده مع ضيفنا الاستاذ خالد قاضي، الاعلام الرياضي من جريده الرياضيه. اهلا فيك استاذ خالد. يا هلا. خليني اسالك، انت طبعا ميولك الرياضيه معروفه انك اهلاوي، فخليني اسالك انه كيف هل الميول لما تاثر على الصحافه الرياضيه، هل هذا برايك شيء صحيح او تكون معلنه او لازم يكون الصحفي حيادي، الصحفي الرياضي يعني بالذات؟ والله شوفي، مساله الميول هذه، يعني انا ممكن اقول لك احمد عيد مثلا اهلاوي، المفروض ما يصير رئيس اتحاد كره. محمد النويصر شبابي، ما يصير اتحاد. فالميول هذا ما تقدر تغيريه، يعني حتى سواء كان اخفيت او اعلنت ميولي هذا لا يضيرني في شيء، لكن الناس لهم برايي. أيوة. هو انا الان اهلاوي اشد بالشباب وتعادلهم كان جدا ممتاز، ووجهت انتقادات قويه للاهلي رغم انه يعني من الصعب. الاهلي كان سيء امس، هل انا ممكن اطلع الان اقول لا والله خالد قاضي انا اهلاوي ترى الاهلي كان ممتاز والاهلي قدم مباراه كبيره؟ ايوه، هذا انا قصدي انه ممكن ياثر، يعني في غيرك مثلا ممكن لانه اهلاوي ممكن يطلع يدافع، يطلع اعذار ومبررات. في النهايه ان كان انا او هذا التقييم، احنا زي اللاعبين، تمام، في صحفيين نجوم وفي صحفيين عاديين، لكن التقييم في النهايه للي بيتابعونا وللجماهير. وهذا انا الحمد لله لا احمل اجنده، وحتى وان كنت اهلاوي يا ما اشد بالاتحاد، حتى الاتحاد هو خسر المباراه الاخيره امام السوبر، اشد بالاتحاد وانتقدنا الاداره. شوف، في كره القدم تختلف عن اي مجال، في كره القدم ما تقدر تخبي حاجه. ما اقدر اقول والله الاهلي كان ممتاز امس، والاهلي مقدم، اي نعم استحوذ لكن ما فاز. جمهور كره القدم اصبح واعي يعني. نعم، اقول لك لو دخلنا في حكايه الميول هذه ما حنخلص. طيب احنا شفنا حتى الان اللعيبه المحترفين، شفنا نايف هزازي كان مع الاتحاد في نهائي كاس الملك وسجل في الشباب، اليوم نايف هزازي مع الشباب. صحيح. ناصر الشمراني كان مع الشباب، اليوم مع الهلال، وهلم جرة يعني. حتى اللاعبين لكن احنا حتى وان كانت لنا ميول واضحه ما اعتقد يقلل من مكانه الاعلامي ابدا. الراي هو اللي الناس يحترموك من خلال رايك او ما يحترموك. صحيح. ابو عنان، يمكن عشان نقفل موضوع اسيا، ايش يعني نظرتك للاهلي في المباراه القادمه، مباراه الاياب؟ والله ايش اللي ينقص الاهلي؟ ما اعتقد انه المدرب حيضيف اشياء الا اذا كان فيكتور رجع. حتى فيكتور يعني في 18 سبتمبر
يعني انا اتصور البطوله الاسيويه كمان حتى فتراتها، تخيل الاهلي ينتظر شهر عشان يلعب مباراه انا عندي معلومه اكيده عشان بس اوريك، حتى اتحاد الكره ولجنه المسابقات للاسف ما تتعاون مع الانديه. الاهلي اعتقد حتى الشباب طلبوا من اتحاد الكره يا جماعه قدموا لنا مباراتين قبل الاسيويه على الاقل نخش في جو الدوري ونسخن وكذا. لجنه المسابقات رفضت. طيب يا ابو عنان، الدوريات العالميه لا تؤجل لهم مباريات الفرق، يلعبوا السبت ويلعبوا الثلاث ويلعبوا الجمعه ممكن في كاس كل دوله. الاحتراف يطبق هناك تمارين صباحيه وهناك اللاعب المحترف، وشفنا نجوم كبار خصم من رواتبهم وتعرضوا لعقوبات. طيب ما له دخل اتحاد القدم اذا انت تتكلم ابو عنان؟ مسموح لك انك تفرض تمارين صباحيه على لاعبينك، فاتحاد القدم ما له صلاح، لازم المسابقات يعني ما له صلاح. عشان نبغى ناخذ النظام الاوروبي في كره القدم على سبيل المثال، يجب انه ناخذه كامل. ها دائما احنا نقول لك ثقافه كره. مثلا اديك مثال بسيط، لما لعب برشلونه وريال مدريد في العام الماضي في دوري اوروبا في الاربع، يا رجل بين الحارس وبين المشجعين ما في حاجز، ومتر اعتقد مترين. ما شفنا مهاجم مشجع الماني نط الملعب وقاعد يجري زي المجنون. هنا عندنا لو سور 20 متر يطلع السور وينط ويدخل الملعب عشان متراهن مع اصحابه عشان يشوفوه على التلفزيون. هذه ثقافه مشجعين. فنقول احنا وايضا اللاعبين، في لاعبين مثقفين وممتازين، لكن انا اقول لك النتائج هي المقياس. تلعب ما تلعب، انا ابغى الجمهور هذا اللي خرج يخرج فرحان. يعني حرام جمهور الاهلي امس يخرج هو حزين. واختلف مع رئيس النادي الامير فهد، استغربت تصريحه لما قال المستوى مقنع ومرضي لنا جميعا. لا، مو مرضي ابدا. ايش اللي ينقص المملكه العربيه السعوديه لتكون ثقافتها في الجماهير وفي اللاعبين وفي الادارات لتكون متميزه في هذه الثقافه؟ يعني يمكن تكلمنا قبل شوي عن موضوع القصات وما القصات، والان ثقافه الجماهير والجماهير التي حضرت لارض الملعب ايضا من الساعه 3 عصرا. ايش في شيء ناقص؟ اخوي على طار القصات، اخت ساره فكرتني بالموضوع. يعني انا والله مش انتقد اللعيبه عشان يعني اني اسيء لهم ولا شيء، لكن هذول انتم نجوم، يعني لك نجوميتك. الشباب حيقلدوك الصغار، يقول والله شوف فلان، شوف فلان، شوف فلان، شوف نايف هزازي، شوف كامل الموسى، حيقلدوكم. طيب ابو عنان، برضه افضل لاعبين العالم ممكن، يعني افضل لاعبين العالم انت الكره السعوديه والله مستقبل باهر. ترى ما دمر الكره السعوديه الا حكايه الاربعه الاجانب. واعوذ بالله من كلمه انا، هذه الكلمه قلتها انا من ما اذكر 4 6 سنوات في برنامج كان في قناه رياضيه، مساء الرياضيه، مع الزميل سلمان المطيوع. لكن 4 اجانب في الاسيويه، لما الاتحاد بدون اجانب قدم فهد المولد، قدم عبد الرحمن الغامدي، المنتخب الاولمبي السعودي الان بيقدم نتائج حلوه في وانا اديك امثله. انا ما بعرف من راسي لما يجي سلطان السوادي يسجل وثلاثه اجانب ما سجلوا، واضحه يعني. في الاتحاد فهد المولد كسب الاتحاد امام اقوى فريق في اسيا اللي هو كوانزو الصيني في الصين. وهذا ما يمنع ابو عنان، يمكن الانديه الكبيره، الانديه اللي تجيب اجانب على مستوى عالي بيفرق معاها العنصر الاجنبي. والله اللاعب العربي، وانا اقترحت على اهلاويه لاعب عربي، يقول لك وجاني جواب من الاداره قالوا اللاعب العربي، يعني يقول انت النادي الاهلي نادي كبير وعندكم فلوس وتجيبوا اخيرا لاعب عربي. يعني انا لا اخفي اعجابي، اقوله بالاسم، في لاعب سوري. على طاري سوريا، اسال الله تعالى انه يعني ينجي الشعب السوري ويرفع عنا من البلاء ان شاء الله، ويهلك الطغاة. وان شاء الله ربنا موجود، وان شاء الله سوريا نسمع نخبر طيب. في لاعب سوري اسمه جهاد الحسين كان يلعب في نجران. ما ادري نجران جددوا معاه او لا، والله ما عندي معلومه. وكان فارق، لاعب على مستوى عالي. صحيح يا اخي، في لعيبه عرب في مصر، في لعيبه عرب في المغرب، في لعيبه عرب. ليس انا ارجع واقول لك المدربين بيسمسروا، حتى اذا كان في ناس يدافعوا عن المدربين. لا، ترى في اوروبا عندهم السمسره هذه عاديه، يجيب لاعب عشان ياخذ عمولته. لكن انا ليش اخلي المدرب يسمسر علي؟ طب انت يا بريرا امس انت اللي جايب مستوى وبعدين خرجته. خلي بريرا لو قاعد شهر كامل يقنعني، اي نعم الفريق تعادل، بس ما حقتنع بانه هو اللي خرج نجم المباراه اللي هو سيزار. خلي بريرا يقنعني انه الاهلي ما يحتاج محور. ما ينفع الكلام هذا. انت مع اقاله يا اخي اديك مثال بسيط عفوا، في دوري ابطال العرب امام الافريقي التونسي، كانت دوره في جده
والله ما اذكر عام كم، انا ما اذكر التواريخ. الامير خالد قبل ما يجيب مدرب، الامير خالد باختيار اداري بخبرته الطويله تعاقد مع المصري محمد بركات، وتعاقد مع ابو شعيب المباركي، والاهلي ذيك السنه اخذ دوري ابطال العرب وهزم الافريقي مرتين في جده. فبالضروره انا لو رئيس نادي اجيب اللعيبه الاجانب وبعدين اجيب المدرب صراحه. ابو عنان، يمكن هذا الكلام الكثير عن المدرب الاهلاوي، انت في بدايه الموسم مع اقاله هذا المدرب ولا استمر؟ لا انا اقول لك الاهلي في يعني بكلامك في تخبطات فنيه كبيره امس كانت في واضحه يا اخي. يعني المدرب اسم كبير وله سياسه جديده وله اسلوب جديد، بس في النهايه انا ابغى افوز. انا تعطيه فرصته ولا تطالب باقالته؟ يا اخي ان شاء الله تذكر ايام نيبوشا مع الاهلي؟ ها؟ كان نيبوشا قالوا هذا اسوء مدرب، وقالوا تعال يا نيبوشا، قالوا الله يخليك ما نبغى ولا بطوله، وجاب بطولتين ومن قدام مين؟ في عز الاتحاد، قوه الفريق الاتحادي. يعني نقول انك انت تطالب باقاله المدرب ولا لسه يعني لا اقاله لا بس لا، المدرب يطلع يعترف انه هو يتحمل مسؤوليه التعادل. لما اقول مسؤوليه التعادل لانه التعادل بطعم الخساره في ارضك. وارجع واقول لك الاهلي لعب بطريقه الصالات وبطريقه كل من ايده له، والدليل انا ما بالف شيء من عندي مع احترامي لكل الناس اللي سبقونا في التحليل والاستدلال التحليليه، لكن كامل يبغى يسجل واسامه يبغى يسجل والمحور يبغى يسجل، صارت فوضى تدريبيه. وانا اقول لك الفريق الكوري تعامل بذكاء انه الجو والرطوبه والحراره ما متعود عليها، احتفظ بلياقته وباقل جهد ممكن. الفريق الكوري سايب لك الوسط كامل بس مقفل، ما في ضربه راس. والفريق الكوري يمكن عانى في الوصول لمكه، يعني نزل في كانت الطريق صعب يعني الوصول لملعب الشرايع في مكه. يا سيدي الفاضل انا عارف اني لعب مباراه مع فريق كوري رايح جاي، ها اتعاقد مع لاعب كوري؟ هل انا اضمن انتماء اللاعب الكوري للاهلي؟ لا بس ما له دخل هذا يا ابو عنان. لا دخل ابو عنان، يعني هذا مهاجم تعاقدوا معاه للموسم كامل مو عشان المباراه. اذا كان مهاجم جيد يعني زي ما تعاقد لو لاعب سعودي تعاقد معاه فريق كوري ولعب الفريق الكوري مع الفريق السعودي، لها دور. غير كذا انا ما اتهم سوكر الكوري. ايوه ممكن انت تشوف انه توافق امس في قمه البرود، ولاعب يعني انا اعتقد انه كان مدافع خامس مع الفريق الكوري. اذا لاعب كوري اجيبه والله انا ما ادري كم يكلف النادي. بالمناسبه ترى الاهلي متعاقد مع المدرب هذا بيريرا 3 مليون يورو مساعدين شيء مساعد. الامير خالد لما يتكفل بها الرجل، الامير خالد بامانه ولا هو محتاج يعني اني انا اشهد له تاريخه طويل. صحيح. وداعم لكل الادارات. صحيح. الامير خالد قدم كل ما عنده، ها، لكن اخذ على الاداره واخذ على اعضاء الشرف انهم تركوا كل شيء للمدرب. في النهايه يا اخي المدرب بشر. انا عاصرت ديدي وتيلي سانتانا وسكولاري وكنا نتناقش معاهم. صحيح. عمره ما قال انا مدرب عالم. يطلع المدرب بشجاعه، مدرب الاهلي يعترف انه ضيع السهل والان قاعد يدور الصعب. ابو عنان، نقفل موضوع الاهلي والشباب، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المباراتين القادمه. ان شاء الله خير ان شاء الله. بدايه الدوري احنا خلاص بادين، الفرق اللي تشوف انها جهزت نفسها التجهيز الصحيح مين بوجهه نظرك؟ الدوري والله انا الجدول ما جبته معايا، لكن اعتقد اول مواجهه حتكون الاتحاد والشباب اللي هي نسخه من مباراه نهائي كاس الملك. كانت بالمناسبه مباراه الاتحاد والشباب العام الماضي في نهائي كاس الملك اعتبرها تاريخيه، لكن بعض الاتحادين القدامى يقولوا 87 عام 87 هجري الاتحاد والنصر 5-3 للاتحاد كانوا يعتبروها مباراه تاريخيه. لا انا اعتبر هذه مباراه تاريخيه لانه شهدت 6 اهداف في شوط واحد. وباقي الفرق من المستعد اكثر؟ بالنسبه للدوري مع احترامي انا حضرت الامسيه حقت جريده الرياضيه في جده في رمضان، وكانت مواجهه مباشره والقناه الرياضيه كانت منقوله نقلتها على الهواء مع الاستاذ احمد عيد. يعني انا فوجئت انه الانديه هي اللي بتصرف على اتحاد الكره، وهذا شيء يا اخي الدوري هذا بضاعه مين؟ بضاعه الانديه، مضبوط ولا لا؟ اتحاد الكره، وهذا باعتراف الاستاذ احمد عيد ممكن يسمعني الان واصب عليه بالخير ويتحملني. وهذا كان قلنا على الهواء 20% من عقد عبد اللطيف جميل دافع 120 مليون في السنه. تمام. ل6 سنوات. اتحاد الكره ياخذ منها 20%، الرابطه تاخذ منها 7%، شركه صله تاخذ منها 20%، 47 يعني دخلنا على نص المبلغ. تمام. ونص المبلغ يتوزع على 14 نادي. هذه واحده. فوق هذا عرفت انه اتحاد الكره يخصم 20% في 150 مليون
هذه كانت مكرمه من خادم الحرمين الشريفين اطال الله في عمره ووسع الصحه والعافيه، مكرمه من المقام السامي للجمهور السعودي، اللي هو انه 150 مليون بتروح لوزاره للقناه الرياضيه. كانت القناه الرياضيه كان ما ياخذوا ريال واحد من الشيك هذا، يجير لرابطه دوري المحترفين. فوق هذا اتحاد الكره ياخذوا 20%، غير 20% حقت عبد اللطيف جميل، ياخذوا 20% من حقوق النقل التلفزيوني اللي هي ملك خاص للانديه. فعلا. لما سووا الاستاذ احمد عيد طيب تصرفوها بايش؟ قال والله نصرفها في اللجان وفي المنتخبات. يا اخي الانديه ما هي مسؤوله عن المنتخبات. هذه الدعم وموارد اتحاد الكره. قبلنا ال 20% حقت عبد اللطيف جميل، لكن 20% حقت الحقوق النقل التلفزيوني غير مقبوله. انا ما بخرج عن الموضوع، اسمح لي. ايوه يمكن احنا نتكلم عن استعدادات. خلينا في الدوري. دوري حيكون كل الانديه مستعده. تتوقع هذا الدوري حيكون اقوى من الدوري الموسم حتى الفتح اللي قالوا الفتح حيكون ضيف شرف، لا، الفتح قدم نفسه بشكل جدا قوي في مباراه السوبر. وقدام مين؟ قدام الاتحاد وفي ملعب مكه وبحضور جمهور اتحادي كبير. توقعاتك للدوري انه يكون يعني فارق عن دوري الموسم الماضي؟ والله الكره السعوديه هذه ما بالذات يعني في مدربين وطنيين، وفي الكابتن سامي الجابر مدرب نادي الهلال، تعاقدات الهلال كبيره. شوف الشباب النصر الاتحاد. انا كثير ناس يقولوا انت ضد سامي. شوف ترى ليس بالضروره انه كل نجم كبير او اسم كبير في الكره يكون مدرب كبير، والدليل مارادونا وغيره وغيره. لكن سامي انا اخاف انه يصطدم مع اللاعبين، لانه سامي رجل انضباطي، عشان بس الجزئيه هذه للهلاليه لا يفهموني غلط. سامي رجل انضباطي، واللاعب السعودي ما يحب الانضباط. يعني اللاعب السعودي ممكن تقول التمرين الساعه 6 يجيك 7 مثلا او هذا. فلا بد من الانديه ما نسمع خصومات في هذا. يعني ما باقي الا حتى فواتير ساهر الانديه تسددها للاعبين. يعني اللاعب السعودي، يعني انا اقول لك كره القدم لعبه الفقراء. 94 ابدعنا بكاس العالم. 84 انا كان الامير فيصل بالتليفون يقول صرفنا، ومين؟ صالح خليفه وماجد واسماء لها وزن. حتى كانوا يداعبوا الامير فيصل ويداعبوا الامير سلطان. دبلها كانت المكافاه 1000 ريال، واذا الامير خلاها 2000 ولا 3000 يقعدوا يغنوا ويرقصوا في غرفه الملابس. وهم اللي حققوا امجاد. الان صحيح الاحتراف دمر الكره السعوديه، لانه الفلوس خلاص اللاعب ما فقد الطموح. شوف اللاعب السعودي هو ناشئ، هو شباب في منتهى الجمال، في منتهى القوه، في منتهى الاداء. من يوم يستلم عقد ولا هذا، يعني عندك يعني مالك معاذ نجم كبير انتهى نهايه غريبه. صحيح. في لاعبين نجوم كبار تفكيرهم خرج برا الملعب. اللاعب من يوم يخرج تفكيره برا الملعب خلاص يصير تركيزه ما هو تركيزه، ما هو مؤمن بانه هذه نجوميه وانه هذه صارت وظيفه للاسف. والدلال الزايد للاعبين اعتقد ما حيفيد الكره السعوديه. ان شاء الله نتمنى بدايه دوري موفقه لجميع الانديه عبر شاشه القناه الرياضيه. نشكرك ابو عنان على حضورك اليوم وعلى هذه الوجبه الرياضيه الصباحيه الممتعه. شكرا لك وشكرا لتواجدك من جده هنا في مكه المكرمه. والله اتشرف في اطهر بقعه على وجه الارض. وسامحوني ممكن استرسلت في الكلام يعني. لا الله يعطيك العافيه، بالعكس استمتعنا. ويعني ما اعطيتكم فرصه تسالوا، صرت انا اسال واجاوب. الله يعطيك. فاشكر دعوتكم، واتمنى ايضا القناه الرياضيه السعوديه انه تاخذ الدوري السعودي. وامس او من يومين كان في تدشين رعايه الدوري السعودي والنقل. صحيح. وفي 6 قنوات. ولكن انا عندي جزئيه يا اخي، وقلت للاستاذ محمد بريان سريع. اللي هي الاستديو التحليلي في القنوات الرياضيه. انا اتمنى يعني عشان لا يزعل من المحللين، وكمان القناه الرياضيه توفر فلوسها. يا اخي انا قاعد في بيتي، خذني من بيتي حطني في الملعب النص ساعه اللي قبل المباراه، ابغى اشوف الجمهور هو داخل، اللعيبه، رئيس النادي كيف شكله. إن شاء الله. ربع ساعه بين الشوطين اكمل لك بس. والنص ساعه اللي بعد المباراه الساعه اللي هي تصريحات اللاعبين. نهايه الاسبوع نهايه الجوله اعمل برنامج استديو تحليلي متكامل. اما يطلع لي واحد يعني ذبحونا 4-5-2 واللي يقول لك 5-4. هذا الخطه دي ارقام وطرق، هذه كلها على الورق. اذا بدات المباراه على ارض الميدان اختلف الوضع كله. باذن الله. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك كان يعني استرسلت، وان شاء الله في حلقه قادمه اعطيكم فرصه تسالوا ان شاء الله. باذن الله. لا ان شاء الله نتشرف بتواجدك مره اخرى معنا. شكرا جزيلا ابو عنان. يعطيك العافيه استاذ خالد. الله